حبايب قلبي، تعالوا نسمي ونصلي ونقول اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. ايه ده يا تيتا؟ ده اختراع تيتا. لقيت عندي طبق رز خلطة محشي ورق الجلاش. قلت اقسم بالله ان انا قايمة عاملة ترند الجلاش بخلطة الرز. واو، بصوا الجمال وبصوا الطعم. اقسم بالله جبار جبار جبار، وبقسم لكم بالله وجربوه على طريقتي. يلا بينا ندخل ونشوف الجمال. جبنا ورق الجلاش وقطعناها تقطيع بالطول علشان خاطر نعمل رول ونعمل كأننا بنحشي ورق كرنب. انما هو ده ورق جلاش. يا جلاشة انت يا جلاشة، اديني لايك واشتراك. يلا ترند مع حياة تيتا بقى، ويلا نسلم ونقول اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. دهنا الصينية بس ما دهناش الجلاش داخلي. ليه؟ لان الخلطة فيها المادة الدهنية بتاعتها. شوفي انت بتعمليها بالزيت، بتعمليها بالسمنة، بس انا بعملها بالزيت. خلصتي ورليتي يا تيتا وحطيتي ايه يا تيتا؟ حطيتي السمنة فوق الوش، وهي دي كانت الخلطة الجبارة. خلصتي الجلاش استكفيتي بكده؟ نو 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 نو. امال هتحطي ايه؟ هحط الفلفل، ما هو المحشي يعني فلفل، الخلطة المحشي يعني نحط الفلفل. بصوا الجمال، واحدة رومي حلوة كده معتبرة، وبعدين واحدة مشطشطة سبايسي، واوعى وشك. ونسمي ونقول اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. ورحت بقى مخلصة كده والجمال الصينية، ودهنتها من فوق الوش السمنة. ورحت بقى جايبالك بضاية حلوة كده، حطيت عليها الفلفل والملح ورجيتها كويس، وجبت طبق شوربة دسم كده جميل. ايوه يا حياة تيتا، ما انت الترند ولا غيرك هياخد الترند ان شاء الله. يلا ورجيتهم سوا كويس قوي قوي، ورحت نازله على الصينيه. الاختراع ما هو هرمي صينيه، هرمي طبق الخلطه؟ نو نو نو. الشوربه عندك وشويه الخلطه عندك ورق جلاش عندك. انا قلت بدل ما ارميها واحنا جعانين لسه هبعت اجيب كيلو بتنجان ولا كيلو كوسه. حطيتها من تحت وطلعت الله اكبر الله اكبر على الجمال. اقسم بالله جباره، بقسم لكم بعز جلاله الله، جباره جباره جباره. جربيها وهتدعيلي. ولو طلعت حلوه زي ما انا عملتها كده يا حلوه، اديني اللايك والاشتراك وادعيلي دعوه حلوه، وشيري ولا يهمك. وبألف هنا وشفا على قلبك انت وجوزك وولادك. وبصوا ما لزقتش ازاي، وطلعها جميله 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 جميله. والله ولادي كانوا بيقولوا لي ايه ماما اللي انت بتعملي ده؟ لما دقوها قالوا لي اختراع اختراع اختراع. ما هي دي الست المصريه ام الاختراع. اسميها ايه بقى يا تيتا؟ هتسميها ايه يا تيتا؟ هدور على اسمه وهكتبه. يلا استنوني وادوني اللايك والاشتراك. حبايب قلبي، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طول عمرك شاطره يا تيتا. الله اكبر عليك، الله اكبر عليك، الله اكبر عليكي. كلوا وتهنوا وادعولي. تمام. ورق الجلاش طبق رز فايض، اوعي ترميه، واعملي بيه صينيه الجلاش، وتحكي على اولادك وقولوا لهم ايه اللي رايكم على طريقه حياه تيتا. والله جباره. والرز كان مفلفل الرز كان مفلفل والفلفل كان الرز بتاعه مفلفل، وكانت تحفه. هستناكي تشيري لي وتديني اللايك بتاعي وتديني الشير بتاعي. مع السلامه.